فكذلك من تابعهم على كفرهم وشركهم أو أقر بذلك ورضي به. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. القضية واضحة، وقد يلتبس الأمر على البعض بسبب سوء فهمه أو سوء مقصده الذي أدى به إلى سوء الفهم في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيظن أن الله صحح ملة الذين هادوا والنصارى والصابئين إذا آمنوا بشريعتهم حتى بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لا يحصل لمن بلغه خبر نبي فكذب به. فمن كذب رسولا من الرسل فقد كذب الذي أرسله فلا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وهذه قضية مجمع عليها بين أهل الإسلام إنما يقبل الإيمان من الذين هادوا والنصارى والصابئين إذا كانوا موحدين وصدقوا خبر من بلغهم من الرسل. قد يكون لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو متى قبل بعثته فيكون عند الله ناجيا. وكذلك من بلغه خبر عيسى عليه السلام من يهود أو من الصابئين فكذب لم يكن مؤمنا. لكن من كان موحدا لم يبلغه رسالة عيسى ولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو مات قبل بعثتهما قبل الله منه إيمانه بالله واليوم الآخر وقبل عمله الصالح. أما من كذب رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء أو كتابا من الكتب بل كذب بآية أو كذب بحرف مجمع عليه في كتاب الله عز وجل لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ليس الإيمان مجرد إقرار. وقد قال سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك من سوء الفهم ما يذكره بعضهم في قول الله عز وجل مع أنه في غاية البيان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينات. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ومع أنه وصف أهل الكتاب بأنهم الذين كفروا ومع ذلك فيقول البعض ليسوا مشركين ثم يتدرج بذلك إلى أن يقول هم مؤمنون لأن الله عطف المشركين عليهم. وهذا معروف في اللغة عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام لا يخرج الأول من الثاني. أعني في قوله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لا يعني أن الذين كفروا ليسوا من أهل الكتاب ليسوا مشركين ولكنه عمم بعد تخصيص ليؤكد على دخولهم في الأمر مرتين وأن الحكم فيهم واحد. وقد اتفق العلماء على أن قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن عدم مغفرة الشرك تشمل من كذب بكتب الله ورسله أو بملائكته. وكل من كفر فهو مشرك وكل من أشرك فهو كافر طالما كان الشرك الأكبر والكفر الأكبر. قد ذكر الله عز وجل عن اليهود كفرهم
وبين كفرهم بالله، فقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقد دخل جبريل وميكال في الملائكة وفي الرسل كذلك لأنهم رسل الله من الملائكة. قال عز وجل: فإن الله عدو للكافرين. ولم يكن ذلك عن إنكار وجود جبريل، وإنما كان عن معاداته وبغضه. فإن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان هما المولودان، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: نشهد أنك نبي، ولكن من يأتيك من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من الملائكة، إنه ملك يأتي بالعذاب والنكال. فكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكفرهم بجبريل، ليس عن إنكار أنه ملك ولا عن أنه يأتي من عند الله بالرسالة، بل لبغضهم وعداوتهم له. ولذلك وصف الله عز وجل هؤلاء بالكفر فقال: فإن الله عدو للكافرين. لذلك نقول: لا بد من معرفة هذا الفرقان، وكذلك لا بد أن نحذر من الشرك بالتحاكم إلى غير شرع الله، خصوصا أن هذه المسألة تتعرض لهزات كثيرة وتتعرض لمحاولات الطعن المستمر، إما في أصل المسألة والإقرار بأن الحكم لله، كما يريد الكثيرون أن يجعلوا الحكم لغير الله أو يجعلوا الحكم لله ولغيره ولو في جزء يسير. وكذلك من يحاول أن يجعل الشريعة كلاما مجملا لا حقيقة له لأجل الاختلاف الذي فيه بين أهل العلم في بعض المسائل، وليس الأمر كذلك كما يزعمون. فإن نصوص الكتاب وبينات السنة من الأحاديث المتفق على صحتها وتلقتها الأمة بالقبول، وكذا الإجماع السابق من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم، لا يجوز لأحد أن يخالفه كائنا من كان. وكل هذا من البينات، ومن خالف البينات كان له العذاب العظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالبينات آية بينة وسنة ثابتة وإجماع قديم أو إجماع صحيح، وكذا القياس الجلي على هذه الثلاثة. وكذلك من أخطر ما يكون من أنواع الشرك الذي يجب أن نعلم الفرقان فيه عبادة الأهواء من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. شرك المحبة والتعظيم حين يعظم الإنسان شيئا يحبه كحب الله ولربما أشد من حب الله، وعلامة ذلك أنه يبيع دينه من أجله. كم باع أناس دينهم من أجل المال فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الدرهم والدينار، وكم باع أناس دينهم من أجل الجاه والمنزلة والشهرة بين الناس والهيئة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أمثالهم عبد القطيفة والخميصة، وحكم عليهم بالتعاسة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. والآن